ده سئمام يا زين ما ربيتي. ان شاء الله تعيشي ويسعدك ربنا، ما هو سئمام برضه زي ابنك. حين نتكلم عن رواد السينما ومهما اختلفت وظائفهم فلا بد أن يأخذنا الحديث للكلام عن تاريخ السينما في مصر. في مفكرتي بضعة سطور عن هذا. عرفت مصر السينما عام 1896 بعد ظهورها في فرنسا بعام واحد، ومع انتشار دور العرض زاد أيضا عرض الأفلام الأجنبية، وكانت الأيدي الأجنبية في صناعة السينما المصرية لها وجود واضح وفعال. كان هناك أجانب مخرجون ومصورون ومهندسو إضاءة وواضعو موسيقى، وشيئا فشيئا انحصرت موجة الأجانب عن شاطئ السينما ليحل محلهم جيل من الرواد المصريين.